الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحابته أهل الوفاء. إخوة الإيمان، بمناسبة يوم العلم الذي يصادف 16 من شهر أبريل، نتحدث عن عنصر واحد في بيان امتداد فضل العلم بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة الباقية. الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فسوى الله عز وجل بين إقرار الملائكة وأهل العلم في شهادتهم بوحدانية المولى تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يعرف بالعلم ويعبد بالعلم، فقال جل جلاله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أهلا أيها المؤمنون، رب سبحانه عز وجل يربط فضل العلم، القيمة العلم، الحياة الدنيا أكثر الحياة الآخرة، من بين الأعمال الصالحة التي تلحق العبد بعد مماته أجر العلم وأجر تعليم العلم والسهر على تسهيل تعليم العلم في هذه الحياة. النبي سبحانه عز وجل يبيناوي أيها الإخوة الكرام باللي من بين الأجر سينتفع العبد الإنسان المسلم الحياة اسم التونس، يكمل الأجر بعد الممات في الحياة الآخرة تعلم العلم، الذي تعلم الإنسان العلم النافع، الذي شرط الإنسان تعليم العلم النافع، الذي حرب الإنسان الجهل أخذ الأمية. ذلك رب سبحانه عز وجل يسوى يجعل الشهادة للملائكة أخذ الشهادة لأهل العلم العلماء ستستوى ما تقرن ما تشهد سوحدانية الله تبارك وتعالى. ويخبر رب العالمين بأن أمر ربي عز وجل، طاعة ربي عز وجل، الخوف ربي وتتحقيق على العبد. ألا ما إلا يسعى العلم، ألا ما إلا يغرى، ألا ما إلا يكشف علم التوحيد. ذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله. وتصور بليك يوم ربي الله ألا ما استغرير ألا ما سوحضر ألا ما استغرر العقلين النظام العلم اللي رب سبحانه عز وجل بمختلف أنواعه. هذا العلم أيها الإخوة الكرام يجعل رب سبحانه عز وجل ذا المصباح للعبد الإسلام ذي الحياة الدنيا. يمدنا سيدنا معاذ بن جبل وهو أعلم الناس بالحلال والحرام. سيدنا معاذ بن جبل يشاهد الناس وش على النبي عليه السلام ذنتي تسعى علم الحلال والحرام، ذنتي الشياع النبي صلى الله عليه وسلم يعهدين في المدينة أثمرت اليمن يشيع ذا الإمام ذا الحاكم ذا القاضي ذا المصلح اسمي سيدنا رسول الله ما تعرضت في ذلك المسألة يا معاذ سواء شرف طلوب
الله، أقضي بكتاب الله عز وجل. إنس النبي عليه السلام يا معاذ فإن لم تجد إنس أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمة السنة إنس وتسبيغان في ضرر إنس أجتهد رأيي ولا آلو أجتهد صرغينه إن شاء الله ربي غيثبات وغنظهرها. سيدنا معاذ بن جبل يفكر به المقولة المشهورة أشدنا تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية. إن سيدنا معاذ بن جبل تعلم العلم، إن ابن عبد الله يروح يتعلم العلم إنال ويناسك ربي عز وجل الخشية. هذا يغال يتسبل يتسلو يتحسن يتراقب بمانيس بين لحظة وثانية ملك المسيح ربي سبحانه عز وجل. أي حاجة أتعرف في الناس بالخدمة الصلة الرحم ذا الإفتاء أدي حضار لعلى يا ربي السادس. تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية. العبد يسعى العلم الطرف يتسبب ربي سبحانه عز وجل. ذلك إن ربي إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما يتسبب ربي العلماء إذا يسعى العلم. ذلك أيها الإخوة الكرام هذا الدين يسعى الأصول، يسعى الجذور، يسعى الرجال. ما يروح يوال هذا يستفسي في مسألة فقهية اسمي بلاد ونيذا في فدريس ولا شوي زمان يروح هذا يستفسي نامبورت كيف، ولا شوي زمان يروح هذا يستفسي يوم كان كامل ولا تقليدين العباد. ما تستفسي أخطاء العلماء الربانيين، ما يستفسي العبد يروح هذا يسند الدين أثي ولا عفدين العلماء ما تستقسيم تسلون ما يويوث المسألة أشار السنين أول إذا كان الجنة أكتسي مسزة سنة وتفتونا إلى الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة تعرض عليه 45 مسألة من مسائل العلم والدين يجيب الإمام مالك عن 4 مسائل، عن 3 مسائل. مسألة المسائل الإمام مالك 45 مسألة هذه راح يبني الصحراء 2000 كيلومتر هذه السقسير السينيان كي تجاوبوا ثلاثة السينيان كراني غير الشمال الزير السينيان الإمام مالك والسينارة أثي ديالي 41 مسألة 42 مسألة. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أشو لا يقارد أيها الإخوة الكرام الخليفة بالسين يقارد أي سماء تظلني وأي أرض تخلني إن أنا قلت على الله ما لا أعلم. خليفة المسلمين يقارد أشوي النير أني الدلال أشو القرعة أني يوين من يرد كين يفتر في دين الله عز وجل أي الصغار إحياء الزمان أم يغال العلم الدين الحنيف لا بني الصبيان. أي إنسان مهما كانت درجته تلقاه يفتي، تلقاه يراوغ، تلقاه يجرح، تلقاه يصدر على الناس أحكاما يفتي في باب الجهاد والقتل والإرهاب إلى غير ذلك من الأمور. نعم هكذا أمرنا رب العالمين بأن نخشى الله عز وجل بعلمنا نحقق هذه الخشية بتطلعنا في علوم الدين والتجارب والحياة. كي رب العالمين يوصيني أنسعوا العلم سنة سبب رب سبحانه عز وجل. تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية ومذاكرته تسبيح. إذا ما يتذكر في باب العلم يتسبيح لله عز وجل.
يتعمق في توحيد المولى تبارك وتعالى ومذاكرته تسبيح زين، والبحث عنه جهاد في سبيل الله. البحث عن العلم، بلا يروح الانسان يغير العلم الرباني، هذا يغير العلم اللدني، هذا يغير العلم الدنيوي الفيزيائي التجريبي. ربي عز وجل غادي يفتي الانسان ان يعشو اجر المجاهد في سبيل الله. نعم، لابد ان نكون امه علم وامه عمل. يا ايها الاخوه الكرام، هي الوقت هي لقد سيدي الامه الاسلاميه اللي نكون زوره الاختراعات، الابتكارات، التحقيقات العلميه. أمكننا الأوائل ضيعا من الرياضيات للعالم الغربي. علوم الرياضيات، القواعد الرياضيات، أما يستعمل الأوكسيدون أيها الأخوة الكرام ديال سلمان، أما يستعمل علم الفلك، علم الطب، الأوكسيدون ديال سلمان الأمة الإسلامية المسلمة. ولكن سمين جا العلم نشغل كان الووال، نشغل كان التقليد، نشغل كان الموضة، الامور التي يفعل اتتبع تزاد في رأس نغال الأمة متخلفة. لو كان نهضر، لو كان نخدر، لو كان نتبدك، أين نتقليد، أين نتسوى بالأمور هذه أقلال الله إفكار ربي، أقلال ربي مسوى الجناس. إذا البحث عن هذا العلم هو جهاد في سبيل الله. على هذا ربي سبحانه حتى في مصارف الزكاة يجوز ربي سبحانه أسفل لطالب العلم ليروح يقرأ، تعطيه من نصاب الزكاة يوكل الثغار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بيد من سلك طريقا يلتمس فيه به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فضل العلم درجة في الحياة بدماغ النبي عليه السلام، ونبي العلم أسيتحكبون ربي الجنة. الملائكة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة الرحمن أسست أجنحة الرضا والدعاء والقبول والتوفيق لطالب العلم الذي ينشر العلم. على هذا يشدد النبي عليه السلام يوكل الإنسان الذي قدر العالم أسيت القمم العالم. ولكن للأسف الشديد نسعى هجرة الأدمغة، كان الإنسان ينافذ النابغة سواء في الطب، سواء في علم، في أي علم، في الفيزياء والتكنولوجيا إلى غير ذلك، تلقاه جر بلادنا راح بلاد الناس إلى غير ذلك من الأمور. إذا تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد. أقف هنا، في حياة الدنيا أقف هنا. أما هذا العلم يمتد بالأجر والثواب على صاحبه بعد الممات، بعد ما يموت الإنسان. أشار كيسلك أيها الأخوة الكرام، أكيسلك العلم يتجير، أكيسلك العمل الصالح. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو من علم ينتفع به، ورواية ينتفع به. ما يفهم إيجاد العلم، ما يفهم إصغار طلبة، ما يفهم يأسس زاوية، مدرسة، مستشفى، إيجاد نظرية يسد الغشي الأوحال. هذا الأجر جماعة يكون سائل مفعول. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به. شحال من الناس، شحال العباد أيها الإخوة الكرام اللي جاء علم موهوب في يد ربي سبحانه عز وجل، علم مكسوب في يد ربي، علم لدني، جاب العلم اللي تصوبيه حديث
العباد لماذا نصل في مثل هذه الحياة في مختلف المجالات. فواجب علينا أيها الإخوة الكرام كلما تذكرنا مثل هذا اليوم مثل هذا الشهر الذي نسب إلى شهر العلم تيمنا برائد الإصلاح الشيخ عبد الحميد بن باديس والعلماء تاع المنطقة هذه الشيخ ابن مالك مؤلف الألفية ألفية بن مالك ولا الشيخ بن الأجروب الأجروبية إلى غير ذلك من فطاحلة العلماء اللي كانوا في مختلف هذه الربوع يتذكر الإنسان الواجب بينس هذه يدخل عبد هذه غار هذه صغار وهذه العلم يثمر ثالث العلم ناس يوكل تستقر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كاين بعض الناس واحد المريض واحد عنده مشاكل واحد عنده أعمال إدارية طلبوا كامل من الدعاء. نسأل الله عز وجل بأن يفتح عليهم جميعا. نسأل المولى عز وجل فنقول اللهم يا فارق الحب والنوى اعطي لكل قلب ما نوى. اللهم اعف عنهم وعافهم واشفيهم وافتح عليهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.